السلام عليكم. نحاول نعطيكم الوثائق الخاصة بالمستخدمين القطاع الخاص اللي عندهم الحساب ديال لاسينسيس وبغاو يدفعوا الفيزا اسبانيا. المهم اول حاجة الجواز السفر سالي مفعول اكثر من 60 يوم اللي هو ضروري في اي قنصلية. ثانيا نموذج طلب الفيزا شينغن الخاص بالقنصلية الاسبانية يجب سحبه من الموقع بيليس، وهذا حتى هو ضروري، غادي دير فيه المعلومات ديالك وديال الا كنتي غادي انت والاسرة ديالك كديروها جوج المرات. ثالثا جوج صور شخصيه بحجم صوره الباسبور الخاصه بفيزا اسبانيا، راه كتمشي عند المصور هو كيقادها لك. رابعا نسخه الفوتوكوبي 3 الصفحات الاولى لجواز السفر، والا كان فيهم فيزا قديمه حتى هي خصك ديرها معهم بطبيعه الحال. نمشيو للخامس، نسخه فوتوكوبي لبطاقه التعريف الوطني، هذه ضروريه خصها تكون عندك، لحقاش ضروري الا ما كانتش عندك ما التامين على السفر يغطي، يعني تمشي لشي بنكه هي اللي غادي ديرو لك بطبيعه الحال. الحجز الفندقي او رساله ضيافه من طرف شخص له روابط عائليه، هذه حتى هي من طبيعه الحال باش يدوزو لك الدوسي ديالك. ثامن شهاده العمل الاصليه اتيستاسيون دو ترافاي اوريجينال، تكون بطبيعه الحال اوريجينال، تكون يعني مكاشنيه من عندهم. وشهاده الاجر اتيستاسيون دو سالير، هذه حتى هي ضروري تكون اصليه لحقاش باش يعتمدوا عليها. وباين الاجره بيلتين دو بي يكون عنده اخر 3 موا، يعني اخر 3 موا يكون باقي جديد. 10 ولا 11 كشف الحساب ديال لاسينيسيس، ويكون ضروري يكون حتى هو جديد انجليزي. وفوتوكوبي بطاقه من الخيارات في صندوق لاسينيسيس ضروري حتى هي كتكون، ولا كارت اللي كتكون عندك العاديه. نمشيو ل 13، و 13 هو ضروري خصو يكون عندك لاسينسيس تمشي عندهم هما باش يجاليزولك، باش يكون عندها الايامات اللي كتكون ديجا مصرح بهم. كشف الحساب البنكي 3 اشهر، يعني تكون ديجا عندك البنكه يعني مصرحه لك بانك راه ديجا عندك واحد المقدار ديال الفلوس باش انك قادر تصرف على راسك تما. كاينه في اسبانيا، حيت ضروري هذه تيطلبوها، ضروري كيطلبوها، حقاش الا ما كانتش عندك محال ما غادي هادشي يعطيوك الفيزا. خلاص وكتزيد الوثائق اخرين بحال مثلا حل المدنيه هي كتسكانيها ولا مسائل.